ما بيسمعش كلامها لحد لما بتقرر ان هي تمنعه بالقوه، وبيقعدوا الاتنين يضربوا في بعض لحد لما بتحضن بوه وهي بتعيط وبتقول له خليني اعمل حاجه واحده صح، وبتقول له ان انت مش هتقدر تنتصر على كاميليان. بيقول لها على الاقل هبقى حاولت، وبيسيبها ويمشي. وبتقرر جين ان هي تروح هي والابين للمخبأ السري بتاعها، وبتطلب من كل اللي عايشين هناك انهم يساعدوا بوه علشان ينتصر على كاميليان، ويروحوا معاها عشان يهزموا كاميليان. وبنروح لكاميليان اللي بتكون لسه عماله تاخد ارواح اشرار الكونغ فو وتسجنهم، وبوه بيشوفها وهي بتعمل كده وبيتكلم مع الاشرار اللي هي سجناهم، حتى تاي لونج اللي بيقول له ان اوج واي كان غلطان لما اداك العصايه دي، وبوه بيقول له انا هنتصر عليها وهرجعكم عالم الارواح تاني. واصحاب جين بيروحوا يضربوا كل حراس القصر بتاع كاميليان، وجين بتدخل القصر وبوه بيروح لكاميليان ويطلب منها العصايه، والغريب ان هي بتديها له، بس بتديها له لانها مش محتاجاها خلاص، هي اخذت كل الارواح اللي هي عايزاها. بس بوه بيقول لها انه عارف انها عايزه تدمر المدينه وتحكم العالم، وهي بتستغرب ان هو عارف حاجه زي كده، وبيقول لها ان هو